يا صباح الفل والجمال على أحلى اخوات وأحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده من أحب وأفضل الفيديوهات لقلبي. أنا رايحة فين والّا جاية منين والّا بتعملي إيه؟ بُصّوا، أنا كنت باجهّز الأكل دوّة معاكم الساعة 09:00 بعد العشا يعني صليت العشا ودخلت بقى إيه، أجهّز بقى الأكل دوّة. طب أنتِ بتجهّزي لي ليه الساعة 09:00 لأ مش هنتعشى ولا حاجة، إحنا اتعشينا. إحنا بنتعشى ويبقى الغدا بتاعنا وعشانا يعني بيبقى على الساعة 18:00 الساعة 19:00 بالكتير. بس أنا باعمل الأكل دوّة ليه؟ أنا رايحة المصيف هتضحكوا عليَّ وتقولوا لسه في حد هيروح المصيف اليومين دول؟ هاقول لكم أنا في كل حاجة ماشية عكس الناس. لا والله مش ماشية عكس الناس، بس يعني اللي حصل إيه، إن أنا أصلًا ما كنتش هاروح المصيف السنة دي، ومش هاطلع زي كل سنة يعني زي عادتي كل سنة، إن أنا ما باطلعش مصايف وكده. فالمهم بقى أختي جوز أختي يعني طالع تبع الشغل بتاعه، ببلاش يعني زي ما بتقولوا كده. فأنا بقى إيه، بعد ما قُلت لها هاروح معاكِ، حصل عندي كده شوية drop كده وشوية حاجات، فالمهم قُلت مش هاروح. فالمهم قالت لي بقى لأ هتروحي أنتِ شجعتيني وهنروح سوا. فالمهم اقتنعت ورُحت. فدخلت بقى أجهّز الأكل اللي إحنا هناخده بقى إيه، اللي هناكله هناك. فقُلت بقى قعدت أفكّر هاعمل إيه، فقُلت هاعمل كبدة اسكندراني وهاعمل كبسة فراخ. فدخلت بقى على المطبخ قُلت الأول هاجهّز الكبسة وبعدين هاعمل إيه، الكبدة، لإن طبعًا هو يوم واحد اللي إحنا هنروحه مش يومين ولا حاجة، هو يوم واحد و وهنمشي يعني كنت ماشية يوم الساعة 03:00 في يوم ليلة الخميس. ورُحنا بقى وصلنا هناك الساعة 06:15 يعني كنت ماشية لا يا ربي مش ماشية 03:00 ماشية الساعة 04:15 بالضبط. طالعة من البيت هنا كان الميكروباص جه خدني الساعة 04:15 أنا والولاد وجوزي وأختي وجوزها وولادها وبنت أخويا كمان. ورُحنا بقى قعدنا بُصّي كان يوم تحفة، 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 مع إنه لا في ميعاده ولا كان في بس أهم حاجة إن هو أحسن اللي هو أصلًا ما كانش في ميعاد المصيف، لإن ما كانش في زحمة هناك. وأنا صورت لكم منه كده كذا مقطع من البحر كده قدّام البحر، يا سلام على البحر وجماله. لإن بُصّوا أنا كان يوم جميل ليه بالنسبة لي، مع إن لا كان في ملاهي ولا كان في حد أصلًا، كان قليل خالص في كل حاجة. بس أنا ما رُحتش المصيف أو رُحت البحر أو شُفت البحر من يعني رُحت مرّة واحدة في حياتي وأنا عندي 8 سنين. ودي كانت تاني مرّة إن أنا أروح البحر. رُحت فين، كنت رايحة دمياط الجديدة، شاطئ المراسي. بس أقسم بالله حرفيًا اتبسطت جدًا، جدًا، وعايزة أقول لكم ما طلعتش من المَيّة من جمال المَيّة والموج بقى وهو عمّال يودّي فيّا يمين وشمال، وكنت هاغرق في الأول. بس كانت في بنوتة صغيرة كده لطيفة كده ظريفة، قعدت تقول لي اعملي كده واعملي كده. وفعلًا والله هي اللي علّمتني إن أنا إيه، أعوم إزاي. وفعلًا ما طلعتش من المَيّة حرفيًا. لمّا جاية عايزة أقول لكم شبه الطماطم، طماطماية حمرا غامقة، وعمّالة أحُط في مرطبات وأحُط في حاجات، ووشي برضه أنا أكتر واحدة لإني أنا أكتر واحدة قعدت في المَيّة. كان بقى البحر فاضي، وعايزة أقول لكم بقى إيه، عوّضت السنين اللي أنا ما رُحتش فيها أي مصيف. وحياة ربنا كان يوم تحفة، 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 مش هانساه ولحد دلوقتي بافتكره. ومصوّرة ليّا كده كذا حاجة كده باحب أفتكرها، أقعد أتفرّج عليها وأقعد أضحك طبعًا. فالمهم بقى طَب أنتِ وشِّك مش حطيتِ sun block؟ لأ ما حطيتش صراحة sun block وده كان غباء منّي أو مش كان غباء، يعني أنا ما اهتمتش. بس بصراحة لازم لمّا تروحي المصيف لازم تحطّي sun block وتجيبي كمان نوع كويس يعني. فالمهم أنا بقى ما رُحتش وجاية يعني عايزة أقول لكم اللي أنا جاية شبه الطماطم بالضبط، ودلوقتي وشّي أقشّر مع إنّي عمّالة أحُط في مرطبات وأحُط في حاجات. بس أنا أكتر واحدة جاية كده. بس ما علينا، أهم حاجة اتبسطنا وده كله هيروح يعني إيه مع الأيام، مع إن دوّة خامس يوم أنا جاية يوم الخميس. جينا يوم الخميس على الساعة 07:30 كده تقريبًا، لإن الطريق وإحنا رايحين مش حسينا بالطريق نهائي، وكان الطريق جميل جدًا وساعتين بالضبط كنا واصلين هناك. أمّا هنا الطريق خد بتاع 3 ساعات ونُص، لإن طبعًا كان زحمة بقى ونزلنا جبنا مشبك دمياطي ويا سلام على ريحته وجمال المشبك الدمياطي، كان حلو جدًا. جبنا طبعًا كمية عشان طبعًا حماتي واخوات جوزي وأمي واخواتي، دوّقنا كل واحد يعني وكده. هنا بقى دخلت بقى إيه، دي بقى كانت الكبدة، جبنا أختي جابت كيلو وأنا جبت كيلو. بُص بقى دوّة رز مصري أنا باوريه لكم، اللي أنا مش كنت لسه مش هو لسه في طينة، أنا لسه هانقيه، ده رز عندي يعني مش شارياه، شارياه من أول السنة يعني. كان رز شعير وبعدين بابيضه وإيه وباعمل منه، يا رب تكوني فاهمينّي. فالمهم ما علينا بقى، دي بقى الكبدة أختي جابت كيلو وأنا جبت كيلو، وقالت لي بقى خدي اعمليهم عندِك، اعملي كبدة اسكندراني. قُلت لها تمام. قالت لي أنا هاشوي الفراخ عندي. عاوزة أقول لكم إن أنا بامنتج معاكم الفيديو ده قُمت 3000 مرّة أشوف العركة والخناقة اللي بتحصل بين ولادي، يا دوبك ألحق الصوات بس وألحق وأفك شد الشعر. أقسم بالله لمّا ما عادش عندي طاقة إن أنا أتكلم من كتر عمّالة أجري، أسيب التليفون وأطلع أجري، بس اسكتي وأرجع أكمل معاكم تاني. المهم ما علينا،
هنا بقى قطعت ايه الكبده. اكلمكم بقى على المصيف وايه وكلفتني قد ايه. بصوا ما كلفتنيش يعتبر حاجه غير الاكل بس، والاكل طبعا كنت برضو هعمله في بيتي وكنت هشتريه، فبصراحه ما كلفنيش غير الكراسي اللي هناك، وطبعا مش تكلفه يعني، ما دفعتش غير 3 كراسي والشمسيه، خد 100 120 جنيه بس. اما بقى الميكروباص اللي خدنا ده كان على حساب الشركه بتاعه جوز اختي، جاب لا الموظفين يعني، فجوز اختي قال لي تعالي معانا، كده كده اصلا في مكان مفيش عدد كبير رايح، فهيبقى في مكان فتعالوا كده. هنا بقى رجعت للكبسه بقلب الفراخ عشان ايه بشوفها استوت ولا ايه. كانت استوت معايا يعني، كان فاضل لها سيكه بسيطه، رحت مطلعاها. هنا بقى غسلت الرز بتاعي، وزي ما قلت لكم ده رز مصري مش رز بسمتي. ظبطي بقى الحدق بتاعك وما تكتريش ميه علشان ايه ما يتعجنش منك. هنا بقى بعد ما اتشرب معايا هبدا طبعا كده اقلبه، ولو حابه تغمقي اللون بتاعه عن كده ممكن تضيفي معلقه كركم، بس انا كنت شايفه اللون بتاعه مناسب لانه بيغمق كمان شويه بعد ما بيستوي اكتر، بتلاقي اللون بتاعه بيبدا ايه يغمق اكتر طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى كان الرز كده بقلبه، كان خلاص فاضل له حاجات بسيطه ويستوي، رحت بقى ضايفه عليه الفراخ وهديت عليه النار خالص، وسبته بقى كده حوالي كمان 7 دقايق 8 دقايق كده يستوي خالص، رحت بقى طافيه عليه النار. وفعلا خدت الحله دي زي ما هي كده معايا المصيف. هنا بقى بعد الكبده عندي ما قطعتها هبدا بقى كده ايه اشوحها. هنا طبعا الطاسه كانت عندي صغيره، فكنت اجيب طاسه اكبر من كده لان طبعا كان عندي كميه كبده دول 2 كيلو. قطعتهم بقى شرايح طبعا زي ما انتم شايفين كده. انا لما باجيبها من عند الراجل ببقى اجيبها متقطعه جاهزه، بس بقى جوزي اللي جابها فايه جابها لي على اساس ان انا هعملها بالرده وكده، بس قلت لا هعملها ببصل وزي ما اختي طلبت مني يعني، عشان ولادها بيحبوها كده. فالمهم بقى ايه، هنا بقى اللي شوحت عندي الكبده، بس نقلتها عندي في الحله دي لان طبعا كانت الطاسه عندي صغيره، مش كانت هتاخد كميه البصل اللي انا حطيتها. انا حطيت عندي 4 بصلات كبار، وحطيت عندي حوالي 12 قرن فلفل حامي على بارد، مش حراق قوي عشان طبعا الولاد وكده. نزلت بقى عندي الاول باربع او 5 فصوص من الثوم، كان حجمهم حجم الفص كبير، وبعدين نزلت باربع بصلات كبار، ونزلت عندي زي ما قلت لكم ب 12 او 15 قرن فلفل. تحسوا ان الكميه صغيره بس لا هي كانت الكميه ما شاء الله كانت كبيره يعني. ظبطت بقى البهارات بتاعتي وايه، وظبطت الكبده، ورحت بقى طافيه عليها النار وسبتها بقى ايه تبرد، عشان طبعا هحطها عندي في علبه واخدها عندي بقى ايه المصيف معايا. هنا بقى كنت هعمل عصير مانجا، كانت الحبايه عندي كانت كبيره، قطعتهم بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى ايه اعمل العصير المانجا بتاعي في الخلاط. الحبايتين دول عملوا لي 4 لتر عصير مانجا، وكان التقل بتاعهم كان تقيل ما كانش خفيف، وكانت جميله جدا. واختي بقى كانت جايبه حاجه ساقعه وكده خدناها بقى. نيجي بقى للمصيف، بصوا بقى ايه اللحظه اول ما وصلت المصيف، حبيت ان انا اصور لكم الجو. كنا واصلين زي ما قلت لكم الساعه 6:30 بالظبط، كانت لسه الحته اصلا كان لسه الجو ما فتحش. بصوا بقى المنظر، كانت الحته هو مفيش ولا نفس غير الناس اللي كانوا رايحين معانا في ميكروباص تاني كمان. بصوا بقى، بصوا الموج، بصوا منظر البحر اللي تحسوا البحر يعني من غامق، بس كانت الميه بتاعته كانت خضرة جدا، والجو كان هادي قوي ومفيش ناس كتير، وكان الجو بصراحه تحفه، وولادك كده بيلعبوا قدام منك لا خايفه عليهم من الزحمه. فانا بصراحه لو بعد كده هروح باذن الله، انا قلت بعد التجربه دي ان انا كل سنه لازم هروح مصيف، وهروح في التوقيت ده مش هروح بدري ولا حاجه في وسط الزحمه، لان طبعا ما كنتش خايفه على الولاد ولا اي حاجه، كانوا بيلعبوا قدامي قدام عيني وانا شايفاهم، والمنظر كان تحفه 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 جميل. بصوا بقى الموج، عايزه اقول لكم حرفيا ما طلعتش من البحر، مع اني وانا نازله كنت خايفه جدا، لان طبعا يعتبر دي هقول لكم اول مره انزل البحر. طبعا زي ما قلت لكم من 8 سنين يعني، وانا عندي 8 سنين دي كنت صغيره، مع اني برضو كنت فاكره اليوم ده بحذافيره، اكلت ايه وكنت لابسه ايه وعملت ايه ولعبت بايه، كنت فاكره كل حاجه. بس طبعا يعني عدى 18 سنه اهو ما روحتش ما نزلتش بحر، فكنت خايفه. بس كانت في بنت ظريفه كده عسوله علمتني الموج زي ما قلت لكم، علمتني الموج علمتني ان انا اعوم في البحر، وكان يوم ظريف. لحد دلوقتي كل ما اشوف الفيديوهات بتاعتي وبتاعت ولادي بموت ضحك عليها، وكان يوم جميل قوي قوي قوي. اتمنى بقى يا رب تكونوا حبيتوا فيديو النهارده وكان ظريف عليكم، ولو اتشجعتوا منه كده وتحمستوا معايا وحبيتوه حطي لي بقى لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان نكبر القناه دي وانضمي لعيلتي كده، عشان تشجعيني وتحمسيني ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. فدعميني بقى بلايك واشتراك في القناه، هتلاقي عندك الاشتراك بالاحمر تحت، اضغطي عليها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ومع السلامه.